مشكلة بتواجه تقريبا أكتر من 95% من الفيميلز عندنا، مشكلتهم إن أنا شعري بيقع. أسباب تساقط الشعر كتيرة جدا، فلازم الدكتور يشوف الأول إيه أسباب تساقط الشعر عشان أقدر أدي الحل المناسب. الميدو هير كتكنيك بحقن بيه الشعر بتختلف المادة اللي أنا هحقن بيها، سواء كانت injections سواء كانت الديرما بان أو الديرما رولر. كل سبب من أسباب تساقط الشعر بحقن مادة معينة. يعني لما بيكون تساقط الشعر صلع وراثي بضطر إن لازم أحقن جزء هرموني، لكن لو الموضوع تساقط نتيجة ستريس، نتيجة أنيميا، نتيجة أي فاكتورز تاني، فممكن أحقن فيتامينز، ممكن أحقن جروس فاكتورز، ممكن أحقن ستيم سيلز، ممكن أعمل بلازما، ودي من الحاجات اللي بتجيب نتائج كويسه جدا. شطاره الدكتور بتفرق في الانجكشن، ان انا لازم اني احقن جوه طبقه معينه من طبقات الجلد، لا احقن اعلى منها ولا اني اقل منها عشان اقدر اوصل للنتائج المطلوبه.